السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير كده وفي اسعد حال كده ان شاء الله. دلوقتي هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. المكرونه بالبشاميل. طبعا انا عملت معاكم البشاميل قبل كده فما حبيتش ان انا اصوره معاكم. بس هو ايه، حطيت مثلا 8 عشان انا عامله صينيه كبيره، حطيت 8 دقيق و8 من السمنه كده. من يكون معلقه مليانه كده، ونزلت عليها ب 2 كيلو من اللبن. تمام. وعايزاه كده زي ما شفتوا السمك بتاع البشاميل عامل ازاي. وطبعا الصلصه باللحمه المفرومه احنا عملناها مع بعض في تفريزات رمضان. وكمان معايا اللحمه المعصجه دي علشان انا هحتاجها. وكمان سلقت المكرونه ما فيهاش اي افتكاسه، فقلت ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. وتعالوا نشوف هنقفلها ازاي. هنزل كده بالبشاميل. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي. حطيت لها كده في ارضيه الصينيه كده. بصوا مقاس الصينيه عامل كبير ما شاء الله. في اتوصى كده بالبشاميل. وما نخافش كده ان هي مش هتلزق ولا حاجه. في بيحطوا سمنه الاول لا انا ما بحبش الصراحه، فبحط على طول البشاميل. فبتطلع حلوه جدا وما بتلزقش. جبت طبق كده وحطيت بيضايه علشان خاطر ان انا احط بيض على البشاميل. ورشه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من الملح. تنسوش بقى حبايب قلبي نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. وكومنت منكم بجد بيسعدني. هنزل كده بالبشاميل على المكرونة طبعا. صفتها حلو جدا ما فيهاش مية. فحطيت عليها بشاميل كده عشان كل مكرونايه تبقى متغلفة كده بالبشاميل. وكمان معلقة زبدة صفرة. وحطيت عليها كمان ملح وفلفل اسود. طبعا البشاميل، المكرونه البشاميل اساسي ان هي لازما كده تتعمل بالسمنه البلدي كده، بتدي تيست عالي جدا. وكمان الزبده الصفراء برضو بتعلي معايا التيست. فحطيت معلقه كده كبيره من الزبده على المكرونه. وحطيت ملح وفلفل اسود. وكمان اتوصيت بالبشاميل اللي فيها كده علشان كل مكرونايه كده تبقى متغلفه كده بالبشاميل وتكون متغلفه بالسمنه كده وتبقى حلوه جدا ان شاء الله. بس اقلبها بقى كده حلو جدا واوزع كده كل حاجه فيها. وهنزل على طول بالمكرونه. الطبقة اللي من تحت بتبقى بحب ان هي تبقى اعلى من الطبقة اللي من فوق عشان تبقى متماسكة معايا. من اسهل الوصفات بجد ان هي ما بتاخدش وقت. كل يعني طالما الحاجة جاهزة معاكي بتحطي كده البشاميل على النار واللحمة المفرومة على النار والمكرونة بتتسلق. فما بتاخدش وقت خالص. نحط بقى كده اللحمة المفرومة بالصلصة. في ناس بتعملها بيضة، فدي حاجة ترجع لك. انا بحب كده ان احنا بنعملها بعصج اللحمة واحط عليها عصير طماطم واخليها تتسبك معايا تبقى بالمنظر ده. طبعا اللي ما شافهاش هيشوفها في فيديو التفريزات بتاع رمضان بتاع التفريزات. كتري كتري. ممكن اكتفي بكده واحط عليها المكرونة على طول. بس انا بحب احط كمان اللحمة المعصجة كده بالبصلة بتدي طعم حلو جدا. ده تكاية كده وجربوا التكاية دي هتعجبكم جدا. بصوا بحط حاجة بسيطة يعني ما بحطش زي الطبقة اللي من تحت. يعني انا اللحمة المفرومة بالصلصة انا متوصية بيها، لكن دي هحط كده في التفريغات كده بحيث ان كل خلطة تكون فيها حتة من اللحمة المعصجة بالبصلة. بتبقى حلوة جدا في الطعم. بزعل جدا لما بنساها. هنزل على طول بقى بقية المكرونة واوزعها حلو جدا.
وهنزل كمان ببضايه تاني على البشاميل علشان ده وش الايه المكرونه، فهي اتوصى كده، وبضايه في الاول وبضايه في الاخر علشان وش البشاميل تبقى معايا وتطلع بلون حلو جدا. بس كده. طبعا انا مشغله الفرن ومخليها تسخن حلو جدا عقبال ما اخلص التقفيل بتاع المكرونه علشان تستوي معايا ان شاء الله بسرعه. يا سلام يا سلام. بوزعها كده واخليها تدخل في الفراغات كلها علشان مفيش مكرونه تكون مكشوفه وتنشف مني. تمام. بس كده. هدخلها الفرن على نار متوسطه علشان تستوي معايا حلو. معايا كده دي وراك، طبعا انا جايباها الوراك مخليه من العظم خالص. انا تروحي عند بتاع الفراخ تقولوا له عايزاها وراك مخليه. بصوا بوريكم ان انا هقفلها بالمنظر ده، بس هحشيها لحمه مفرومه. تعالوا نشوف هنعمل بالطريقه دي ازاي. طريقه حلوه جدا وتغيير بقى عن الطرق التانية بتاعت الفراخ او الحمام الكداب اللي بيبقى محشيه رز. فدي وصفه حلوه جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. جبت كده صينية، وجبت بصل وبصلاية كده متوسطة الحجم وطماطم وفلفل رومي. سلام بقى لو تحط لها فلفل حامي كمان، بس انا ايه ما حطيتش عشان في اللي ما بيحبش الشطة. جبت بصلاية كده قطعتها حلقات وطماطم كذلك، وكمان الفلفل هعمله كده. الخلطة دي بقى بعد ما تستوي كده تجيبي لقمة عيش كده وتغمزي فيها، بتبقى حلوة جدا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو دوت ليه تكمله ان شاء الله، هيكون تكملته الفيديو اللي جاي. بس انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو، فقسمته على فيديوهين. تمام. براعي الظروف بقى عشان ما تقولوش ايه الاستاذه دي بتطول الفيديو، لا مش هنتفرج عليها، لا هنجري الفيديو، لا. ما بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش عليكم الفيديو. ولو فيديو طويل زي دوت كده بقسمه على 2. حطيت بقى ملح وفلفل اسود وبهارات، بهارات فراخ وسنه من البابريكا كده، وكمان توم باودر وبصل باودر. واقلبهم كده بايديا كده واخليهم ايه ادعكم حلو جدا بالبصل. محتاجه لايك بقى ولا مش محتاجه اللايك؟ متنسوش بقى تحطوا اللايك. بس عملت كده الارضيه دي كده فرشتها كده. وهعمل بقى ايه الوراك. طبعا الوراك مغسوله حلوه جدا بمحلول المحلول النقع اللي انا بعمله اللي هو الدقيق والليمون والملح. واسيبهم كده شويه لمده ساعه، وبعد كده اشطفهم حلو جدا. ادي بس تتبيله كده بسيطه جدا للوراك بتاعتي، اللي هحط عليها ملح وفلفل وسنه بسيطه من البهارات واقلبها بس كده. بصوا بقى هعملها ازاي. هتفرديها كده زي صباع المحشي، وتحطي اللحمه تتوصي كده، او هي اصلا مش بتاخد كتير الصراحه، يعني هي مش بتاخد الطريقه دي مش بتاخد لحمه مفرومه كتير. بقفلها بايه بقى؟ بقفلها بخله، بس معلش هي مش ظاهره قدامكم. بقفلها بخله وبتبقى معايا بالمنظر ده. بتبقى حلوة جدا. اللي قاعد بقى ياخد حتة. لو الورك كامل ممكن يعني اي حد ياخد قطعة واحدة. لو انا اسمعها على 2 مثلا بتاع الفراخ ممكن يقطعها لي من النص كده، بيقطعها غلط ولا حاجة، وده حصل فعلا. بتقطعيها على 2. فبتعوزي مثلا الحد بياخد 2.
بصوا بقى خلصتها، بصوا بقى ما شاء الله بتبقى معايا بالمنظر ده. طريقة حلوة جدا، وهحطها على النار شوية، وبعد كده يعني اخليها بس تستوي على النار، وبعد كده هولع عليها الشواية عشان تاخد لون معايا، وكمان احط لها فحمية. فما دي بقى محتاجة يا سلام يا سلام، بجد من الوصفات الجميلة جدا وتغيير في نفس الوقت. هي تقفيلتها بتكون بقى ايديكي بقى يعني خلاص بقت كلها دهون، فبتبقى التقفيل بتاعها بجد بتبقى صعبة، فبتحاولي ان انتي تتمكني او تتملكي اكتر فيها، يعني تثبتي كده فيها. وممكن تاخد خلة واحدة، وممكن تاخد اتنين، وممكن تاخد تلاتة عشان تبقي ضامنة ان انتي مقفلاها حلو. تمام. هقطع عليها كده شريحة من الطماطم والفلفل كشكل يعني. بس كده. هحطها على النار وهتنزل ميتها وهي هتستوي معايا، ومش هقلبها خالص، هي هتستوي بس انا هغطيها طبعا وعلشان تستوي معايا حلو. وبعد كده اروح مولعه عليها الشوايه. حطيت الحاجه اللي انا قطعتها، حطيتهم في طبق تاني علشان خاطر احط عليهم تتبيله كده عشان يبقوا متبلين ملح وفلفل ورشه من البهارات. بس كده، بس كده، بس كده. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ويا رب ابقى عند حسن ظنكم يا رب. يا سلام يا سلام. هغطيها بقى بالورق الفويل علشان خاطر تستوي معايا بسرعة. وكمان بعد ما اجي بقى اولع عليها الشواية اكشفها وادخلها ايه الشواية. حلو الكلام، حلو الكلام. ابقى متملكة حلو جدا ان انا قافلاها، هي اتفتحت معايا، فحطيت لها ايه ورقة تاني عشان ابقى مضمنة ان هي ايه متقفلة حلو وتخلص معايا. في الوقت دوت بقى كانت المكرونة خلصت، فبصوا بقى معايا المكرونة بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كانت خطيرة. بص لونها حلو جدا، وكان طعمها اجمل واروع بجد. سيبوني يا جماعة، سيبوني، بتكلموني ليه؟ كنت خلاص بقى بغرف كده الاكل، وكان ايه سبتها كمان تهدى معايا علشان خاطر اعرف اطلعها. بصوا كانت روعة. بصوا الصينية مش لازقة ولا حاجة ما شاء الله يعني. فكانت حلوة جدا، اصلا كانت طعمها روعة. جربوا بقى التركايه اللي انا قلت لكم عليها دي، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده، وما تنسونيش في دعاكم كده، وتقولوا ان هي دي الوصفه دي بتاعت مها. بس خلاص غرفت بقى الكميه اللي انا محتاجاها، واشيل باقي الصينيه. وكمان طلعت الايه، بصوا بقى ما شاء الله الوراك معايا. تقولي عليها بقى ايه حمام كداب؟ هو مش حمام كداب، هو ايه وراك محشيه باللحمه المفرومه. اخلي بقى كده اشيل الخلع كده علشان ما تجيش في بق حد، وخصوصا ايه لو عندك حد تبقى التقديم بتاعك حلو. في اوسع لها بس كده علشان خاطر احط لها الفحميه. وكمان ما تنسيش ان انت لما تيجي تغرفيها تغرفيها بالصوص بتاعها علشان خاطر بقى تبقى حلوه جدا في الاكل. بس كده. مسافه ما حطيتها مسافه ما طلعتها. اغرفها بقى كده. ريقي جري تاني يا جماعه.
محتاجة اللايك بقى ولا مش محتاجة اللايك؟ يعني متنسوش اللايك ومتنسوش الكومنت وتجبروا بخاطري زي ما عشان اهم حاجة جبر الخواطر بجد. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة. بقية الفيديو الجاي ان شاء الله، وابقى رب ابقى عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.